يا ترى ممكن رواية تكون إنجيل؟ ده هو السؤال الجريء اللي بيطرحه الكاتب المغربي عبد الله الحسيني في روايته المثيرة للجدل إنجيل الأمازيغ العهد الأخير. تعالوا ندخل مع بعض في الرحلة الخيالية دي اللي بتخلي الفلسفة والدين والهوية يصطدموا بعض. المؤلف بنفسه بيوصف عمله بأنه إنجيل، يعني بشارة أو خبر كويس، وطبعاً ده ادعاء مش بسيط أبداً، وبيحط الرواية في مكانة مختلفة تماماً عن مجرد كونها قصة. طيب، إيه هي البشارة اللي بيقدمها لنا العهد الأخير ده؟ من هنا بتبدأ رحلتنا مع بطل القصة سعيد. سعيد ده مثقف وباحث، بس حاسس إنه محبوس. بحثه مش مجرد فضول فكري، لا، دي صرخة وجودية للهروب من واقع هو مش قادر يستحمله. السؤال ده هو اللي مسيطر عليه. هو حاسس كأن الحياة نفسها سجن، وإن في حاجة غلط في تصميم الواقع ده، وعشان كده بيبدأ رحلة يائسة عشان يلاقي مخرج، بوابة سرية محدش اكتشفها قبله. بحثه ده بياخده في اتجاهين ممكن يبانوا عكس بعض تماماً: فيزياء الكم اللي بتتكلم عن عوالم موازية، والغنوصية اللي هي حكمة صوفية قديمة جداً. سعيد كان مؤمن إن الحقيقة ويمكن المخرج كمان موجودين في النقطة اللي بيتقابل فيها العالمين دول. وهنا بقى الموضوع بيبدأ يبقى شيق أكتر. فكرة الهروب من سجن المادة دي ما بتفضلش مجرد نظرية، والمفارقة إن اللي بيفتح له الباب الروحاني ده هو أستاذه في الفيزياء، شخص بيجمع بين العلم والتصوف. لكن بحث النظري ده كان على وشك إنه ياخد منعطف حاسم لما القدر بيوديه لاكتشاف بيمحي الخط الفاصل بين الأسطورة والتاريخ. الموضوع ما كانش مجرد صدفة، لا، ده كان كأن الكون نفسه بيرد على بحثه العميق وبعت له دليل. المخطوطة بتبدأ بالكلمات الغامضة دي كأنها صدى جاي من زمن سحيق. هي عبارة عن مزيج من لغات قديمة بتهمس بوجود تاريخ بديل، قصة محدش حكاها قبل كده. ولما بتترجم المفاجأة بتبقى أكبر بكتير. بتكشف عن خليط مذهل بين الآلهة المصرية القديمة وشخصيات مسيحية، وده بيشير لوجود عقيدة قديمة دمجت بينهم بس التاريخ نسيها. في اللحظة دي سعيد بيحس إنه ممكن يكون لقى إنجيل الأمازيغ الأسطوري اللي كان مفقود. ومعاه المخطوطة دي وأرشادات أستاذه الفيزيائي، سعيد بيحاول يعمل المستحيل، يسافر للماضي. الطريقة اللي بيستخدمها مش آلة زمن بالمعنى اللي نعرفه، لا، دي مزيج بين نظرية الكم والممارسات الصوفية، بيسميها الانتقال الفوتوكوبي. الفكرة هي إنك تنسجم مع إلكترونات جسمك وبعدين تتوقف عن مراقبتها فتتحول لموجة، وفي الآخر توجه الموجة دي لنقطة زمنية تانية، نسخة محتملة من الماضي. بس هو مش بيوصل هناك كسائح جاي يتفرج، لا، ده بيلاقي نفسه في قلب حرب لاهوتية خطيرة جداً ومتورط في الصراع الأفكار ده. هنا سعيد بيلاقي نفسه في قلب صراع لاهوتي دموي عن طبيعة المسيح، والأهم بيكتشف إن العقائد اللي شكلت التاريخ دي مش بس انتصرت بقوة الإيمان، لا، دي انتصرت بحد السيف وفرض السلطة. والاقتباس الساخر ده من الرواية بيوضح الفكرة دي بذكاء شديد. الرواية بتربط بشكل عبقري بين طرق فرض السلطة الدينية زمان والفساد والنفاق اللي بنشوفه في عالمنا النهاردة. بعد رحلته المرعبة دي في ماضي شبه الحلم، سعيد بيرجع شخص تاني خالص، ومعاه رؤية جديدة جذرية للبشرية. سعيد بيوصل لقناعة مهمة جداً: الخلاص الحقيقي مش في إننا نلاقي نص قديم أو حقيقة ضايعة. البشارة الحقيقية هي قدرتنا إحنا كبشر إننا نكتب عهد جديد للمستقبل ونحط الإنسان في مركز الكون ده. الخلاصة اللي وصلتها هي إن البشرية فضلت مستنية مخلص، في حين إنها كان لازم تخلص نفسها بنفسها. فهو بيقترح تحول جذري، إنجيل جديد، الشخصية المحورية فيه هي الإنسان، والكتاب المقدس بتاعه هو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وطريق الخلاص فيه هو العقل مش العقيدة، وهدفه النهائي هو حياة عادلة هنا على الأرض، مش في حياة تانية. وفي خطبة حديثة بيبثها أونلاين بيعيد صياغة الإرسالية العظمى عشان تناسب العصر الجديد وبهدف جديد تماماً. الرواية بتنتهي وهي كأنها بتسلمنا الشعلة وبتسيبنا نفكر إيه هي القصص والقيم اللي إحنا محتاجينها النهاردة عشان نبني مستقبل أفضل.